سلام حبيبات قلبي، معكم سكينة. نجرب منتجات مشهورة في عالم التجارة الإلكترونية، ولو كان أي منتج عندي تشوفوه في إعلان راح تقولوا واو. بصح أنا نعطيكم التجربة الحقيقية والصادقة بعيدا على كل تزييف وخداع. اليوم جبت منتجات لنزع الشعر، منتجات ممكن هذو كيما هذو تعرفوهم، والمنتج الجديد هذاك اللي راهو داير حالة في الأسواق، وطبعا ما كنتش مصدقة ليفيكاسيتي تاعو حتى جربته. هذو لي غازواغ كنت نشري فيهم 3 مع بعضهم، وكاين حتى اللي يجيو زوج مع بعض، يجيو خشان هذوك الزوج، لكن أفضل نوعية هي هذه. كي كنت نشري فيهم عندهم أكثر من عامين، أول ما جاو جدد بديت نستعمل فيهم الحواجبي، صراحة روعة، ساهلين وليه يقلعوا ما تقعديش تلقطي. وزيد أنا دايرة الميكروبليدين الحواجبي ليه يتحدوا حواجبي ما شاء الله، بلا ما نقعد نتمرمد معاهم، بلا ما نقعد نجبد باللاقات، وخاصة كي نكون في الفترة الحساسة من الشعر ما نقدرش نجبده لأنه يوجعني. دونك ندير هكا شوية مرطب ونقلع الشعر في اتجاه، تحاولي في اتجاه نمو الشعر، ما هيش العكس باش ما يخرج لكش اعوج. من بعد شفت واحد الانستغراموز تونسية تستعمل فيه لوجهها، عجبتني الفكرة صدقا، لأنه باش تهزي رونديفو وتروحي عند لاكوافوز وتديري العصير وحكاية وروح ورواح وزيد، احنا عم بالكم ما عندناش الوقت، سلعتنا المفقودة ذروك الوقت. هيا قلت نجرب، صراحة عجبني للوجه. جربته شحال من مرة، خرج عليا ألغ من نهار هذاك وانا نستعمل فيه الوجهي. لكن للموستاش، إلا عندك موستاش شوية خشينة ايفيتي، بيسك تخرج شعر خشين شوية، وسورتو الموستاش إذا خرج خشين راح يبان أزرق الشعر فيها، وانتي أدرى وانتي أعلم، مشي حتى نقولك أنا ضرورة قاعدة نجرب فيه في يديا، بصح ما يصلحش لليدين، يصلح للوجه ولا الحواجب فقط. فرق بين انك تستعمليه وحده شايح الرازوار، وبين تستعمليه معاه مرطب. انا استعملت كريم نيفيا لانها ترطب، وفي العادة نستعمل معاه زيت جوز الهند، رائع كي شغل يرطب لك لابو، تقعد هكا مديلات يا تهبل. دونك يلفو تستعملوا معاه مرطب، لازم قبلوا ديروا مرطب. وشفت من بنات يستعملوا هذوك لي ماسك كي يسموه مقشر، هذاك المقشر يستعملوه في لابو تاعهم ويقلعوا الشعر. صراحة من وجهك يقعد لبس عليه، لا شد لا تخافي عليه يترهل لا ويلو. وكاينه مشكله فيها انه كي تزربي قادره تجرحي روحك، كيما راكم تشوفوا انا زربت في يدي حتى جرحت روحي. وفي حاجه مليحه، يقلع لابو مورت، هذيك القشره اللي من الفوق، القشره الميته اللي في لابو تنقلع معاه. لاباغي الثانيه هي نورمالمون مخصصه للرجال، بصح انا ممكن جدا نستعملها لي انا. علاه لا؟ كاين نساء يكونوا عندهم مشاكل في الأذن، بوركوا با قادرة تصرى، تكون عندها شعر في وذنيها، شعرها غيزر، شعرها بزاف، يكون عندها شعر في وذنيها ولا حاشاكم في نيفها، تشري لاباغي هذه تقلع لها روعة. هي نورمالمون يستعملوا فيها الحفافين، الرجال يستعملوها للنيف، ونورمالمون تكون بيرسونيل، تكون كل واحد عنده لاباغي تاعو، بيسك تدخل في مناطق شويه حساسه كيما الاذن والنيف. دونك الى عندك مام المرض هذاك تاع كيسموه مقاومه الانسولين يخلي المراه عندها الشعر في مناطق غير مرغوبة في جسمها، كيما اللحية كيما النيف، سورتو النيف يخرج الشعر بزاف كي تكون مريضة بهذا المرض. وكي يكون هرمون تستوستيرون
طالع عندها راح يطلع لها الشعر في نيفها. دونك باش تيفيتي المشكل هذا شري اباغي كيما هاك، من جهه داوي على روحك ومن جهه تقلعي الشعر فاسيلمون من نيفك بهذا لاباغي، وحد ما قال الحد لا تجبدي باللاقات لا تجرحي روحك لا ديري مشكله لعمرك. والحاجه الباهيه فيها لاباغي هذه انها تتشارج بالالكتريسيتي، لا لي بيل لا والو. لا مارك انزو، وان شاء الله الفيديو تشوفوا الاخت هذيك اللي قالت لي جربين لنا دي برودوي من عند انزو. جو بونس لاباري راهي اوريجينال بيسك مكتوبه بقدام اللغه، تتشارجا كيما تشوفوا فيها، وفيها القطعه هذيك نورمالمون تاع تحديد اللحيه للرجال. ها هو كان راس اللي يدور، دوك تشوفوها كيف نحلها. فوالا هكا كي تتحل نورمالمون تو يقعد فيها واحد لاطيت هكا تدور، هذيك هي اللي تقلع الشعر، وفيها زوج ماس لداخل. شتو ثم كاين زوج ماس، ها هي كيفاه تدور. فوالا ما قدرتش نمسها بصبعي ياسر بيسك قاعده تدور بسرعه، وهنا كانت تمشي مشارجيه بزاف بزاف. فوالا ها هي شوفوها مليح وديروا فون ديكران باش تشروا لاباغي. جو بونس شريتها 145 ألف من وهران. ها هي التجربة قدامكم. حاولت راجلي يا اخي هداه ربي درت له في وذنه كان فيها شوية شعر، وانا جينيرالمون نقلع له باللاقات من ثم حية ما تقعد ونوجعو ما تتصوروش، يعود نهار كامل وهو يعيط. بصح بهذه على الكيف لا ألم لا والو، لكن فيها حاجة انها تقلع كيما جوطابل، كأنها تقص الشعر ما هيش تقلعو من زعما من راس الشعر من الجذور بلوتو، نسيت الكلمة تلما هدرت ياسر. صلوا على النبي، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. راكم تشوفوا فيه كيف قاعده ما من الداخل ما ضراته ما والو. شوفوا تعرفوهم الرجال اللي ليك تضرهم حاجه ما يبغوش ما يحملوش السطره كيما النساء، دونك عادي نستعمل فيها نورمال في وذنه من داخل من برا عادي خلاص ما ضراته ما والو. الحمد لله اني لقيت فاصون باش نقلع له شعر وذانيه، وهو اللي حلبني ليها قال لي باللي حفاف يستعمل فيها. وها هي بعد ما كملت كيفاه نقيها نورمال، تحلي هذيك لاطيت تخرجي الشعر اللي فيها، وذوك تشوفوا ذوك نقلعهم هذوك لميس اللي لداخل شويه فراجيل، هما اللي لصق فيهم الشعر ما هيش حاجه كبيره طبعا راهي غير الوذن بصح فيها الشعر. ها هي قدامكم قلعة الشعر ما شاء الله. فوالا وترجعيها ديليكاتمون غير بالعقل برك ما تتقلقيش. فوالا صايي المهمة تمت بنجاح، وصراحة المنتج هذا عجبني بزاف مليح لكل مرة وراجل. وها هي لا مارك. فوالا المنتج الثالث اللي راهو داير حالة في الأسواق، وصدقا ما كنتش مصدقة باللي كاين اباغي فيها زداج برك وتقلع الشعر. هو ماهوش زجاج برك، لكن زجاج مخلط بواحد البرودوي يسموه ABS ولا ما على باليش. دونك في هذيك الورقه راح تلقاو لي زانفورماسيون اللي فيها كل من واش متكون وكيفاه طريقه الاستعمال وباللي مؤلم ولا لا وكيفاه ومن واش مخلط وكل شيء. يسوفي تقراو برك بالانجلي ماهيش حاجه كبيره. فوالا ها هي كيفاه ما قدرتش ندورها بيسك هذاك اللون يعكس الضوء. فوالا تستعملوها هكا بصح يليق تبلوا البلاصه اللي بيتنحوا منها الشعر، تبلوها بالماء دافي. شوفوها كيفاش هذاك الزداج ماهوش رطب، جاي هكا حرش شوي ما يضرش في لابو، صدقا ما يضرش. ها هو رحت غسلت لابو بالماء السخون وجبتها ابليكيتها. ماهيش مرة ولا زوج تفوتي ما يكذبوش عليك، هاي قدامك فوتها شحال من مرة وما حبيتش نزرب بالفيديو، خليته غير بالعقل. ها هي ما بغاتش تنحي الشعر، هو ساخت ربي بارك فيه الشعر بزاف
بصح المرة الأولى ما بغاتش تنحي، غير من بعد كي بديت نفوت عليها نطلع ونهبط بزاف وخفت الحق لنضر، وهذاك عليه قعدت غير بشوي. وراني جربتها مرة أخرى وقلعت لي الشعر أكثر من هك. دوك تشوفوها كيفاه تقلع. بدا هكا الشعر يدخل في بعضه، ومن بعد درنا فيه فترية قلت تونسي فوالا الشعر بدا يتنحى. والله ما كنت مصدقة الحق. فوالا دوك تشوفوا واحد لابارتي هاك صغيرة بدا ينقلع منها الشعر. ها هي شتو هذيك لابارتي ولات بايضة ثم نقلع الشعر، وها هو الشعر قعد في هذيك الأداة. يكثر خيره، ما قدرتش نزيد نقول له خليها أكثر من هاك. ها هي كيفاه بياضت، والله لا بياضت ديك البلاصة. وقيل راجلي أبيض مني، لو كان يقلع الشعر يولي أبيض مني. فوالا يكثر خيره، والله لا تعبناه معانا في الفيديو هذا. ها هو الشعر اللي قعد، وشوفوا كيفاه داير وليه تتنظف بسهولة تامة. بصح فقط من فضلكم استعملوا من بعد ما تبليكوها استعملوا مرطب، لأن أداة تقشر لابو. وشفتوا التقشير، عملية التقشير راهي شوية مؤلمة. هذه ما هيش صراحة ما فيها حتى سطرة، بصح تحسي بشوية وخز بسيط بعد الاستعمال. هذاك عليه بعد ما تستعمليها يلي قديري مرطب. هذا ما عندي اليوم، وإن شاء الله نكون فتكم. ادعوا لي برك بدعوات خالصة من قلوبكم، يا ربي خليكم لأحبابكم، وإن شاء الله في كل وقت تكونوا بخير وعلى خير. مع السلامة وإلى اللقاء.